ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ احنا بقالنا ايام بنعيش حاله من السعاده والفخر والهيبره وبنفتخر باصولنا الفرعونيه، وشاركنا كلنا في حفله الصور الفرعونيه دي، انا شخصيا والعيله كلها اهو. والحقيقه الفرحه الحقيقيه بتبان والمتفبركه بتبان، فالفرحه والفخر دول حقيقيين جدا ولايقين جدا على اعظم حضاره ظهرت على وجه الارض. وده رجع بيا لأجواء ليلة شتوية في بدايات الألفية، حيث كان الشعب المصري في انتظار الخبر اليقين. الجمهور كله بانتظار النتائج وكل المشاهدين. النتيجة هي عطية فاز، الله أكبر فوق كيد المعتدي. أكيد الحدثين مش بنفس الأهمية يعني، بس نفس حالة التلكيك والبحث عن طريقة نعبر بيها عن حبنا لمصر ونتجمع حوالين هدف واحد. فأنا حابة أستغل المناسبة وأتكلم عن فكرة علاقتنا، علاقة جيلنا والأجيال الأصغر مننا بمصر، شكل حبنا لمصر، مفهوم الوطنية يعني عندنا أو طريقة تعبيرنا عنها. وده هيخليني برضو أفتح موضوع كان الطلب مني كتير بقاله فترة، ألا وهو فكرة الكميتة أو أبناء كمت أو القومية المصرية أو مصر للمصريين. هذا التيار المنتشر بقاله فترة. فكرة مصر للمصريين أو القومية المصرية ما هياش جديدة يعني. خليني أوريكم ده كتاب أو نشرة عيد الوطن، أنا جبتها من معرض الكتاب الأخير أهو، مصر للمصريين، والكتاب ده صدر سنة 1936. لا والفكرة كمان يعني بقت أقوى أو ظهرت للضوء مع الثورة العربية، فالموضوع مش جديد خالص. خلينا في البداية نفرق ما بين القومية والوطنية، مش علشان هما مش وطنيين ولكن سياسيا ليهم دلالات مختلفة. وعشان أقرب المعنى هقولها بالإنجليش، مش عشان الإنجليش أحسن من العربي، بس علشان هما عندهم حياة سياسية فنقرب المعنى بشكل أسهل. وطني يعني patriot، يعني الشخص اللي عنده انتماء لبلده وحب لبلده يخليه يعمل أي حاجة علشانها. إنما قومي هو الناشوناليست، وده ليه معنى تاني خالص هنسيبه دلوقتي، وخلينا نبدأ بفكرة الوطنية. إحنا بنحب مصر، بنحبها لأنها بلدنا، وبنحبها لأنها مصر. مصر بلد جدير بالحب، مصر تتحب، مفيش زيها خالص في العالم الحقيقة يعني. حتى وأنا صغيرة كنت لما أشوف أغنية وطنية في أي قناة تانية استغرب هم جايبين نفسي يحبوا بلدهم منين، لان مفيش اي بلد في الدنيا يستاهل يتحب غير مصر. كنت شايفه الامور كده، طبعا ما بقتش شايفه الحكايه كده، بس حاسه ان لا، مفيش اي بلد في العالم زي مصر. المشكله ان احنا اتعس جيل عدى على البلد دي، يعني ابائنا واجدادنا حققوا انتصارات، يعني كان عندهم احتلال طردوا الاحتلال، ما كانش عندهم تعليم بقى عندهم تعليم، بقى في مدارس وجامعات، ما كانش عندهم اقتصاد بقى عندهم بنك مصر وعملوا اقتصاد قومي، البنات بقت بتتعلم، عملوا سينما مصرية. بالنسبة لنا السؤال اللي شاغلني جدا، ايه هو الانتصار اللي حققه المجتمع المصري في اخر 50 سنة؟ مش بس كده، لا ده الحاجات اللي كانت موجودة ابتدت تتراجع، الخدمات كانت بتتراجع، وكانت في حوادث مأساوية كتير بتحصل بسبب الإهمال، صفر المونديال، يعني مرينا بإحباطات كتير. فإحنا بنحب مصر، بنحب البلد اللي أهالينا كلمونا عنه واللي قرينا عنه في الكتب وكل حاجة، بس إحنا مش لاقيينها، مش عارفين نعبر عن الحب ده إزاي. فعلشان كده ما صدقنا ان احنا لقينا مسابقه ستار اكاديمي دي على تفاهتها، لقينا فيها المشروع القومي اللي البلد ما عملتوش. موضوع محمد عطيه وفوزه ده بقى المشروع بتاع الناس كلها، الطلبه في المدارس والصحاب مع بعض والقرايب، وكله يشترك ويشتري كروت ويصوت لمحمد عطيه. فلما كان اي حد يقول لنا يا جماعه بالراحه على نفسكم في ايه يعني، فاحنا كنا نقول له مش عشان محمد عطيه، دي مصر. وبالنسبه للناس اللي كانت بتتريق، طب ما هنعمل ايه يعني، واحنا كنا لقينا حاجه وما لقيناهاش، يعني احنا مش لاقيين وسيله تانية نعبر بيها، وده احساس غريزي محتاج ان هو يلاقي طريقه للتعبير عنه. بعد كام سنه حصل حدث مهم جدا تاني. لما مصر نظمت كأس الأمم الأفريقية سنة 2006، استاد القاهرة بقى يشوف العيلة المصرية مجتمعة لأول مرة، مش بس مشجعين الكرة التقليديين، لأننا لتاني مرة لقينا الهدف اللي كنا مفتقدينه والطريقة اللي نعبر بيها قد إيه بنحب مصر.
يشاء ربنا ان ده كان اعظم منتخب عدى على تاريخ مصر. مش بس احتكرنا كاس الامم الافريقيه تقريبا، ولكن كنا بنلاعب اعظم فرق في العالم ونكسبها. وده اثبت لنا ان صحيح كل حاجه في البلد مخيبه رجانا، ولكن في مجال قادرين ان احنا نلمس فيه نجوم السما بايدينا. بلاش مصر خالص، أمريكا بجلالة قدرها في السبعينات كانت في موقف فيه إحباط شبيه باللي احنا بنمر بيه، ان هم كان موقفهم جنب الاتحاد السوفيتي يعني مش احسن حاجه، كانوا حاسين ان كعبه عالي عليهم في الوقت ده، كانت عندهم ازمه الرهاين المشهوره وده كان محسسهم ان برستيجهم في التراب، وكانت عندهم ازمه بترول، فكل ده كان خالق عندهم حاله من الاحباط. في وسط كل ده بقى يتعمل اولمبياد 1980 ويظهر فريق من الايس هوكي الامريكي، وكانوا شباب عاديين مش محترفين ولا حاجه، وهيلعبوا الاتحاد السوفيتي اللي هو ملك اللعبه. ففجأة الفريق ده بيبقى أمل البلد كلها، المشروع القومي بتاع البلد كلها، هو ده اللي بيخلي الروح تدب فيهم من جديد، ولازم الفريق ده ينتصر، والمفاجأة ان هو بينتصر فعلا. فده خلق انتصار معنوي عظيم لمين؟ لأمريكا. For many, it is a word that conjures up images of a land of miracles where anything is possible. But that's not how it was in much of the 1970s. When a darkness seemed to hang over the nation. Final defeat in Vietnam. There was Watergate. There were long lines at the gas station. Exorbitant interest rates at the bank. And at the end of the decade, an overwhelming image signifying just how powerless we'd become. No one could know that it would be, of all things, a hockey game. Played by 20 American kids, filled with optimism and determination, that would rejuvenate the American spirit and become a symbol of national pride. أما ثورة يناير أطاحت بحسني مبارك، سواء حضرتك اتفقت معاها ما اتفقتش، بس لفترة وجيزة بعدها خاصة بين الشباب سادت حالة من الأمل كده. ولو تفتكروا كان في دعوات ان من النهارده انا دي بلدي فمش هرمي زباله في الشارع، مش هعاكس بنات، مش هاخد رشوه، وكان الكلام ده بيتوزع في ورق في الشوارع، وكان في قسم بيتذاع في التلفزيون ان دعوه لاول قسم في العالم يردده شعب باكمله. دي دعوه لاول قسم في العالم يحلفه شعب باكمله. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. اقسم بالله العظيم. حرة مرفوعة الرأس. مرفوعة الرأس. انا حافظ على مصر. انا حافظ على مصر. حرة مرفوعة الرأس. أنا شخصيا أعرف شباب كانوا متعلمين أحسن تعليم بره وماسكين مراكز مهمة وكانت عندهم فرصة الحصول على جنسية، سابوا كل ده ورجعوا مصر وقال لك لا بلدي أولى بيا. لما حصل اللي حصل مش بس يعني الموضوع فشل، لا ده احنا كمان اتقسمنا وبقينا نتمنى نرجع للوضع اللي احنا كنا أساسا ناقمين عليه، وده خلق جوه كل واحد فينا تروما بأشكال مختلفة. في مثلا الشباب اللي كلمتكم عليهم دول كتير منهم رجعوا عادوا من حيث أتوا، وفي انضم لهم ناس تانية كانوا بيحلفوا قبل كده ان هم عمرهم ما هيسيبوا مصر وما ربيش ولاد الا في مصر، وفي بقى اللي تحول من الإيمان المطلق للأنانية المطلقة وأنا ومن بعد الطوفان بشكل مرضي، أو اللي كان مؤمن جدا بحاجات وبقى مش مؤمن بأي حاجة خالص. بقت في حالة إحباط أسوأ من الأول، وفي وسط كل ده بقى لقينا حدث مهم جدا قصادنا. مركب المومياوات كان عظيم استثنائي مهيب، حاجة مفيش كلام يوصفها، يعني أنا بعيط لما اتفرج عليه لحد دلوقتي يعني. فزي ما تقولوا بقى في وسط كل اللي احنا كنا فيه ده، فالناس لقت فيه ضلتها، الله كانت تايهة عننا فين دي يا جماعة؟ احنا ايه اللي كان مزعلنا؟ ليه الإحباط ده كله؟ ده أجدادنا مش حارميننا من حاجة وسايبين لنا كنوز اهو، أعظم حضارة على وجه الأرض، هو ده بقى مصدر الفخر البديل، هو ده التعويض. فبدأت بقى موجة الاعتزاز بالتاريخ الفرعوني، ويلا ندرس الهيروغليفية في المدارس واللبس والاكسسوارز الفرعوني ونستعمل تعبيرات فرعونية وكلمة وما شابه، وكل ده مش بس أنا موافقة عليه، لا ده كان حلم في يوم من الأيام. يعني كنت بشوف اللي عنده حضارة عظيمة زي دي مفيش زيها في العالم ويبقى راكنها بالشكل ده، يبقى ليه في جه؟ بس احنا جيل كتب عليه ان اي حاجة حلوة يحسها او يعملها لازم تتركب،
فاللهجة في الكلام وفي الرسالة بقى لها فترة بتتحول، مش ان انا بفتخر بان انا بنتمي للحضارة الفرعونية، لان انا شخصيا من ابناء كيمت. لحد هنا انا من ابناء كيمت معاكم، انا من ابناء فين؟ انا مصرية الحمد لله. بس خدت شكل الاستعلاء على اي حد من جنسية تانية، بل وكراهيته وافتعال المشاكل معاه. فتشني فتش، خاصة لو كان عايش في مصر او من يطلق عليهم مجازا اللاجئين. خطورة حاجة زي دي أولا إن في مجموعة من المطبلاتية لما أدركوا، هما نادرا ما بيدركوا بس أدركوا إن الكلام القديم اللي كانوا بيقولوه ما عادش ليه سوق زي الأول، خدوا حكاية بقى كيمت دي قناع يدار وراه. إذا ما كنتش توافقوا على كل حاجة هو بيقولها بنسبة 100%، تبقى أنت كده عندك إحساس بالدونية، أنت مش مفتخر بمصريتك، أنت ما تستاهلش إنك تكون من أبناء كيمت. يا ولا ما تفتخر ببلدك يا ولا. الخطورة الأكبر بقى جاية منين؟ زي ما قلت لكم في الأول خالص إن فكرة القومية المصرية دي مش جديدة، بس هي كانت هدفها إيه أو جاية منين؟ إن مصر بعد الحضارة الفرعونية ما انتهت بقت يعني جزء من إمبراطوريات كتير، لحد ما الناس نسيت فكرة إن في وطن اسمه مصر أو دولة اسمها مصر. ما كانوش عارفين يعني إيه دولة أساسا بشكلها الحديث. فمع بقى قدوم الحملة الفرنسية وابتدت الناس تحاول إنها تتجه للمدنية ابتدوا يزرعوا جوه الناس فكرة إن لأ، خد بالك انت جزء من وطن عظيم ودولة كبيرة اسمها مصر. طيب مين هو المصري؟ حتى ده ما كانتش الناس تعرفه. فابتدوا يحطوا تعريفات ان هو كل من يسكن ارض مصر ويزرع ارضها ويتحدث لغتها وما الى ذلك يعني، وان انت ليك حقوق في البلد دي وما ينفعش حد يتبدى عليك، لان كان الناس اللي بتيجي من بره بتبقى ليها امتيازات على المصريين. فلذلك مصطلح مصر للمصريين ده بداية انتشاره الكبيرة كان مع الثورة العربية، لان كانوا بيبدوا الضباط الاتراك والشراكسة عليهم، اللي هو البيت بيت ابونا والغرب يطردونا. مر بقى زمن طويل واكتشف المصريين ان الاستعمار الاقتصادي اخطر من الاستعمار العسكري، فابتدت تظهر فكرة مصر للمصريين، ان احنا اولى بخير بلدنا واحنا الاولى بقيادة الدولة. فمثلا النشرة اللي انا وريتها لكم في الاول خالص دي اسمها عيد الوطن الاقتصادي. دي عبارة عن ايه؟ ده جماعة كده من الناس قرروا ان هم يروجوا لإنجازات بنك مصر ولإنجازات أي رجل أعمال يعمل أي مشروع مصري. وكاتب فيها إيه بقى أو مين؟ أسامي تخض. عندك طلعت حرب، وعندك دكتور طه حسين، وعندك هدى شعراوي، حاجة رهيبة. في كمان هنا حاجة جميلة قوي قوي يعني في حد كاتب مقال اللي هو حسين مؤنس، ليسانسيه تاريخ ووكيل اللجنة التنفيذية للجمعية زي ما معرف نفسه، بيتكلم من واقع تخصصه ازاي المفروض نتعامل مع التاريخ، وبيحكي بقى ان احنا عشنا حياتنا كلها كما لو كانت مصر دي متحف مفتوح، واحنا المفروض شغلتنا في الحياة ننحني للسياح اللي داخلين واللي خارجين. وبيقول لك بقى ازاي الوضع اتغير بعد ما عرفنا رسالتنا في الحياة. فبيقول لك: على هذا النور الجديد أدركنا رسالتنا، وعرفنا أننا يجب أن نعيش بأنفسنا لا بأجدادنا. وماذا يساوي الأجداد إذا لم يساوي الأحفاد شيئا؟ وما قيمة الغنى الماضي إذا ألم الفقر بالحاضر؟ وما فضلنا في أن نكون حراسا على قبور تضم الذهب إن كنا نحن ننام في التراب؟ على هذا النور الجديد عرفنا رسالتنا. لقد كان أجدادنا عظماء بأنفسهم لا بأجدادهم، فلنكن نحن كذلك لنثبت وجودنا ولنستقم بين شعوب الأرض شعبا له كيان وفيه قوة ورجاء. ولتكن مصر بنا لا بأجدادنا، معرضا لا متحفا، ومدينة لا مدفنا. ولنعمل على أن يأتي الناس ويذهبوا فلا يقولون لقد وجدنا آثارا وأحجارا، بل شعبا قويا كاملا مجيدا. الخطورة في ايه؟ ان القومية المصرية زمان عملت امجاد احنا عايشين في خيرها لحد النهاردة، انما القومية المصرية او ما يدعى ان هو القومية المصرية الحديثة يعني، او فكرة ابناء كيمت او الكميتة يعني، بتقدم ايه غير ان هي ماسكة في خناق هند صبري وكندا علوش، وان هي بتخش الناس تمسك في بعض على الانترنت. يعني فين مشروعك الاقتصادي؟ فين حل المشاكل التعليمية؟ يعني دور على اي كلام جد ما تلاقيش، لان المشاكل الحقيقية بتحتاج لحلول صعبة وبتحتاج لتمن يدفع. فعلشان كده فكرة القومية اللي بتتحول بسهولة لفكرة فار رايت أو يمين متطرف بتنتشر في الظروف اللي احنا فيها دي. على الجانب الآخر من العالم، الشعار بتاع Let's make America great again وكل الخناقات دي اللي هي تعتبر المعادل الموضوعي للي حاصل عندنا، جاي من فين؟ والله الغرب مش في أحسن أحواله الأيام دي. زمان كانت حالتهم أحسن، كانت العدالة أكتر، الطبقة المتوسطة كانت حالتها أفضل. بس إيه السبب بقى في القصة دي؟ النيو ليبراليزم، سياسات النيو ليبرالية، شكل شرس جدا من الرأسمالية. طبعا من الناس اللي عبوا كروشهم بسبب القصة دي هم رجال الأعمال ومنهم ترامب.
فهل هيقول لهم بقى يا جماعه تعالوا خدوا حقكم مني وتعالوا نصحح الاوضاع الغلط اللي انا اساسا مستفيد منها؟ عمره ما هيعمل كده. لا، هو الحل في ان هو يخلق خناقه. هي القصه كلها في مجموعه من المهاجرين بياخدوا اشغالكم يا عيني، فلما تمشوهم الدنيا هتبقى تمام. والحقيقه ده ذكر في فيلم اسمه ذا بيج شورت قبل ما يظهر دونالد ترامب اصلا، ان حصلت الازمه بتاعه 2008 وكانت في ناس بتحاول تنبه الناس ان يا جماعه في مصيبه هتحصل محدش انتبه لهم. ففي نهايه الفيلم البطل بيقول هل احنا هنصحح الاوضاع وهنحبس المسؤولين او هنعاقبهم، ولا هنعمل زي عوايدنا وهنلوم على الفقراء والمهاجرين؟ I have a feeling that in a few years people are going to be doing what they always do when the economy tanks. They will be blaming immigrants and poor people. ان المهاجرين دايما هدف سهل، يعني هحس ان انا وطني وجامد قوي وفي نفس الوقت انا ما خسرتش اي حاجه، يعني وطنيه غير مدفوعه التكاليف. فاحنا عارفين ان الانترنت من ضمن وظائفه الاساسيه ان هو يفش الغل ومنفذ للتعبير عن الغضب. فهي حاجه كده هترضي الايجو بتاع مدام بكيزه في الجيزه وتشبع طاقتها في الخناق، ان هي هتدخل تفقع كام كومنت ناريين ضد الناس اللي هم شايفاهم وحشين مع البلد، بس في نفس الوقت هي ما خسرتش حاجه وبرضه ما حلتش حاجه. وتفاقمت الامور لحد ما وصلنا لدعوات احنا مش عرب، وده طبعا موضوع اخطر من ان احنا نعدي عليه في الفيديو ده، هيبقى له جزء تاني ان شاء الله. بس دعواتكم من غير مقاطعه، لان انا لما بعلن اني هعمل حاجه بتتعقرب وما بعملهاش، فدعواتكم. حتى هذا الحين خلينا نقول ان احنا كل المناسبات بتقول ان احنا دايما بندور على مصر، بس مش دايما بنلاقيها وما بنعرفش نعبر لها قد ايه بنحبها. والمشكله ان هي كمان مش دايما بتعبر لنا، رغم ان احنا يعني مش طماعين، مش عايزين تغييرات كبيره، بس مستنيين منها يعني اي بلة ريق. فيعني بلي ريقنا يا مصر باي حاجه. شكرا يا جماعه، اشوفكم المره الجايه ان شاء الله.